رضوى ايوه اختي وعندها، ما قلتش عندك كام؟ لا ما تقوليش جوزاء. اصلا بقى دي البدايه بالله عليك. ينفع؟ قولي لي بقى انا مين؟ سلمى مش جوزاء، واختي برضو للاسف. قولي لهم عندي كام سنه. لا مش هقول، لا قولي لي. كسف والله مش انا هينفع. عندي 20 سنه. 24 23 24 والله 3 كويس عشان نعرف نفسنا. لا انت فظيعه بجد، انا بجد. غلطانه بحكي يعني. انت فظيعه بجد. مش ده اللي اتفقنا عليه بجد. انت قلت لي ارقام لا، فقلتوا لي ان انا اللي اكبر. بس مش باين. اساليهم كده يقول لك مش باين. بعد ايه بقى؟ كان هم المفروض يقولوا ما هي ممكن. شفتي بقى المخرج نفسه. لاف يو لاف يو. مين اللي بيستلف فلوس من التاني وبيرجعهاش؟ انتي. لا يا كدابه على فكره انت والله العظيم. احكي لهم والله. بصوا انا لا كده هفقس نفسي قوي. انا بقول ان انا استلفت منها، بس هي بتبقى فلوسي، لكن هي فعلا بتستلف. هي دي الحقيقه بقى. ايوه طبعا بستلف. ايوه انا عايشه حياتي اهو، يعني مش انا. بس هي بتكون قايله ان هي ان انا اللي سالفه. بنكذب. ايوه. مين بقى اللي ما بيرجعش؟ انت اللي بتستلفي اصلا. ثواني، يعني مثلا بيكون ليها، مثلا هي ليها عندي مثلا 100، اما انا اعطيهم لها 50. ايوه بتخنصر يعني. ساعات مثلا انا بيكون ليها عندها 150، لو هي مثلا 200. 1500 تبعت لي ال1000 وما تبعتليش ال500، خلاص يا رضوى بقى معلش دول فكه كده يعني. طب ما هي اللي معاها فلوس اكتر. يا ساتر يا رب. غريبه جدا. مين اللي بوتاجاز في البيت؟ انا طبعا. اهو ما كلمتش. لا مش انا، عشان انا قريبه لماما بس، فبقول لها بنبهها يعني. قريبه لماما بس مش ديل يعني ماما. هي انا بنبهها، ولا تبقى قاعده كده مش عارفه حاجه. لا ازاي؟ لا طبعا لازم اعرفها كل حاجه، كل حاجه معروف. مين اللي بيظبط المنبه والبيت كله بيصحى وهو لا؟ دي وكل حاجه دي. اي ما هو انت. طب بس اعمل هي ايه؟ ما عندهاش منبه. مشاكل. ما عنديش مشاكل وما عنديش منبه الحمد لله رب العالمين. مش كل حاجه دي. ما انت دي الحقيقه. قولي حاجه عليك. طيب حاضر. طيب قولي حاجه انت. مين اللي قمصه اكتر؟ يا لهوي، انت ليه الاسئله دي؟ مين؟ انا. لا انا هفهمك حاجه. رضوى مش تقمص، احنا بنكونوا قاعدين عادي مثلا بنهزر وبنضحك ومش عارفه ايه كده، ورضوى مراتها عامله ازاي كده. اي مالك يا رضوى؟ خلاص على فكره ما ينفعش تعملي كده على فكره معايا، انت ازاي تشتميني وهي اصلا بتكون شتماني، فهي بتبقى عامله كده. لا انا بقلب في اقل من 3 ثواني. لا صعبه قوي. يعني اللي اختك كبيره كده. يعني مثلا بهزر بس ما تقوليش الكبيره بس. بعمل لها كده تقولي على فكره ايه، تمدي ايدك عليا وانا ملاحظه، بس على فكره انا مش هكلمك كتير، انا ما تجيش حاجه اصلا. انا ما مش تجيش كده حاجه طبعا، ما بعملش كده طبعا، مش حقيقي. طب خلاص، مين اللي خلقه ضيق وقلد؟ دي. انا ضايعه في الخلق بقى، ما عنديش خلق اصلا. ما لسه بقول لك تقعد بقى تقعد تقلب نفسها كده علينا. اقلب نفسي. ان شاء الله. يعني مثلا واحنا بنصور، فمثلا اكون انا ماسكه مثلا حاجه وبقعد اضرب، تقوم قايله لي ايه، هو انت تعملي كل حاجه؟ طب مش مصوره. هو ماشي سايباه. وتقوم ماشيه فعلا. وخلصنا كده خلاص، وخلصنا الوصفه. المشكله ان هي ما بتعرفش تطبخ، انا اللي بطبخ. هو انا طالعه معاكي ليه يعني؟ طلع كده طلع بص كده واتفرج. بجد ما بعرفش، ده حقيقي يعني. مين دلوع ماما؟ يوبا. حول الله يا رب الحلقه كلها على سلمى النهارده. عشان انا الصغيره فطبيعي ان ايه انا الصغيره يا جماعه بقى؟ لا عشان انا عايشه معاها فتره طويله. ايوه فعلا دي حقيقه. فأنا هي دلوقتي دلوقتي ماما جدا 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 يعني، قاعده على طول في حجر ماما حتى وانت كبيره كده. لا انا صاحبه ماما، احنا صحاب قوي، لكن هي الدلوعه بقى بتاعت ماما اللي ليها كل حاجه بقى وخلاص، هي اللي فاضله. مين اللي قراراته غلط ولو مشيت وراها هتروحوا ماشيين؟ انا قررتي غلط. اهي هي دي متسرعه جدا 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 فوق ما تتخيل. على فكره هي منحازه لحد تاني، مش ليا، هي اصلا بتاخد القرارات مش انا. انا قررت البيت كله. وقررت بقول لك انا غلط على صاحبه فكرة. ماما. بطلي بقول لك صاحبه ماما. ما انتوا بتقولوا قراراتكم غلط. ماما هتتفرج. ايوه صح. نسيتي؟ ايوه صح. ماما قررتها صح. وانا كمان. طيب مين اللي عايش عالة عليهم في البيت وعايز الكل يخدمه؟ حول الله. لا عايز الكل لا يخدمه؟ ثواني، عايش عالة عليهم في البيت جزء وعايز الكل يعني يخدمه جزء. سؤال انت عايزه لا تطلعي برضه. استني. الموضوع مقسوم نصين. عايش عالة على البيت اهو، عايز الكل يخدمه اهو،
بالامانه يعني اكلمك بالامانه دي ما بتعملش حاجه يا جماعه خالص. كلهم الحمد لله بيعملوا لي كل حاجه. يعني هي لا ما انا بتدفعش. بدفع. انا بخنصر منها ايه؟ انا بخنصر. ايه ده؟ انا لا بدفع والله. ايه ما تدفعش كمان بعمل ذنب عشان اخنصر رضوى منها. عايزين مش عارف ايه. رضوى ممكن بصي عايزه بس 50 بس هي قاعدة جنيه على مش عارف السرير ايه، عايزه 200 جنيه مش تتحرك عارف راسي، ايه. هي قاعده كده. ايوه ماشي بتتحرك ايوه راسي. اديهم فلوس واحيانا هم بتقول يعملوا. ان هي تعبت عشان هي بتقول اوكي بتتعب. والله بتتكلم. طب بس الناس كلها خلاص عارفه كفايه. هم بس مين ما الناس كلها ديت؟ مين فيكم اللي كان صاحب فكره البيج؟ انا هقول احنا كنا قاعدين قلنا تيجي نصور، قالت لي فرحت انا الكورس كلمتني قالت لي يا سلمى احنا النهارده هننزل نجيب الحاجه. حصل فعلا ده جبنا الحاجه. لا قلت لها سلمى انا مستنياكي عند جاد اللي في سموحه، انا قاعده مستنياكي. قالت لي انت نزلتي؟ قلت لها نزلت يلا بينا. وقامت جايه لي فعلا. انا نام جيتي بعد ساعتين والناس بس كلها ما أوكي. كانتش موافقه بس احنا كنا ماشيين بس احنا مشينا في طريقنا مالناش دعوه. طيب ايه الفيديو اللي عمل بوم معاكم؟ هو كذا واحد. اندومي. بس لا هو الاندومي اكتر حاجه. هو كذا واحد ليهم علاقه بالاندومي. بالاندومي ناس خلاص بقت بتحب الاندومي اللي هي الكوري. انت بترجعي بجد لما بتاكلي؟ ايه ده انت وصلتي للكومنتات دي؟ انا عندي بوليميا فعندي ترجيع، ده حاجه اساسيه. باكل حاجه اقوم رايحه ارجع. ملهاش علاقه بقى بالحامي، ملهاش علاقه بالمعده، ما فيش اي حاجه. ده عندي مرض بوليميا نفسي يعني. اضطراب اكل فعشان كده برجع. الناس كلها عرفت كده عنك تتاثر. ايه تكتب ادخلي. اول حاجه محدش يعرفها عن اخوك. قولي. انت للاسف قلتي ان انت عندك بوليميا، دي حاجه محدش يعرفها اصلا. لا ده حاجه مرض ما كل الناس تعرفها عشان يدعوا لي. ادعوا لي بالشبه انا مش بشحت والله. قولي حاجه تانية. ان هي عندها حاجه كده بتحبها قوي تمام، وهي خطيبها تمام، وبتقعد تقول ان انا بص انا بحبه، انا بجد النهارده سبته، انا النهارده سبته خالص. ونصحى الصبح نلاقيهم مع بعض اصلا في الشارع تمام، ترجع معاه متخانقين مع بعض، انا والله العظيم سبته، انا والله العظيم ما رجع. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تعمل نفس الحركه. لا دي حاجه ما حدش يعرفها. قلب من هنا لزياد، خد قلبي مش عايزاه. قلب مني انا كمان يا زياد. اقول انا حاجه عليها. حاجه محدش يعرفها يعني سنها، محدش بيديها سنها وهي ما بتحبش تقول سنها، مع ان يعني انا هقول لكم بعد الحلقه. ماشي هتقول لك اكسكلوزيف ليك بس. أيوة. هي ما بتحبش تقول سنها ومحدش يعرف خالص، ما حدش بيديكي سنك خالص. دي ما شاء الله يعني. الحمد لله. اكتر اسم دلع اخوك ما بيحبوش انتي؟ انا هي بتدلعني. قولي انتي بتدلعيني تقولي ايه كده؟ ساسه. لا تقولي يا سلامه. يا سلامه. ايوه يا سلامه. سلامه ساسة. تعالى. ايه سلامه دي؟ هي ما بتحب كل اساميها يعني، عندها اسامي كتير قوي، كل حد مصنفها باسم. دي حقيقه. اللي بعده ايه اخر حاجه سرقتها من دولاب اخوك؟ انا ايه؟ لا انا دولابي هو اللي عندها، انا ما بسرقش حاجه منها والله العظيم ثلاثه. ماما لا ماما لازم هي اللي تيجي تقول، ماما كان لازم تيجي معايا. بجد انا دولابي عندها، كل مثلا ما اروح عندهم اقوم لما شويه حاجات اخداها في كيسه يلا بينا انا مروحه. ليه طيب؟ عشان حاجاتي. انزل معاها تشتري هدوم فبلاقي الحاجه اللي عجباني تشتريها وانا اقوم واخداها. سهله اهي بسيطه يعني. كده جدا. انتي اخر حاجه سرقتيها من عندي ايه؟ ما سرقة. عندي سرقه والله، بس قلت لك ايه؟ كنت طالبه لها اوردر بتمن وعملوا ديسكاونت فاخدت الباقي. يلا مش مشكله بقى. حلال ده على على طول فكرة. سرقاني والله العظيم، انا غلبانه قوي. ايه الحاجه الحرام اللي لو كانت حلال اخوك هيعملها؟ ده انا ممكن اقول بقى حاجات ما بالهبل. ايه دي شويه. ايه دي شويه ابدو ان انا هاديه وكده فاحترمي نفسك. اقول قولي بس أيوة بالراحه. هنقول. طبعا إيه ده في إيه؟ اقول قولي بس بالراحه. اقول ايه؟ طب لا ايه دي؟ اقول في ودنك الاول. لا 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 والله ما تقولي كده، ما ينفعش. والسكر والنبي. اقول انا حاجه تانية حرام مش عارفه. لا يا ما احنا ما بنعملش حاجه حرام طبعا، معروفه يعني. مستحيل. لا ما هي مش حرام لو يعني لو كانت حرام طب انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن كان زمانك اتجوزتي زياد ايه دلوقتي. نهار اسود. دلوقتي من غير مفيش شقه مفيش عفش مفيش حاجه، يلا بينا كده. على فكره والله ما ينفع. لا والله ليه؟ بتحبيه جدا، في ايه؟ ده حب. يلا خلصي انت بقى. ده ايه؟ قولي انت. انا ما عنديش حاجه حرام غير ما اه انا لا قلت بقى لا ينفع. مش مفيش والله حاجه. محدش يسرق بنك، محدش هيبقى. لا 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 احنا مش اتفرجنا الدرجات. على كذا فكنا لا نفسنا كذا. بقى نعمل بقى، وقعدنا نخطط انت هتمسكي كده وانا هعمل كذا وده هيعمل انا كذا. عامه مكان طوكيو لو انتوا تعرفوا المسلسل، انا بعشق طوكيو. رضوى بتاعت مشاكل على فكره. لا انا ابدو هاديه فعايزه اكمل الموضوع بالطريقه لا دي، ما بعدين تديش- نبقى اقول لا، لكم لا. الحقيقه. ما تديش هاديه. لا ليه؟ لا هو هاديه. انا مش هاديه.
لا هي مش هاديه بتاعت مشاكل، طول عمرها بتاعت مشاكل. بصراحه وماما كانت دايما تمشي وراها وتروح يا خلاص خلاص. قال لي ده اخوك وهو متعصب، قال لي ديني وانا متعصبه، اهدي اهدي. قالت لي انت فاهمه، هي ما بتعصبش بسرعه، بس هي بتبقى عامله كده وبقي يصغر. ومتحرك مناخيرها. تقول ايه مثلا، لو انا مثلا عملت لها حاجه تقول لي انت ادب جدا، انت ادب جدا بجد بجد، لا مش هينفع كده بجد على فكره، خلصي 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 كده. سلمى بقى اداء حركي اكتر من انه عصبيه. سلمى بتتحرك كده 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 كده، يا ماما يا ماما، وتقوم طالعه مصوته وقوم قافله الباب، بس كده. بس لازم اداء حركي كده وحركات. اخوك بيقنع ماما ازاي بحاجه هو عايزها. رضوى ايه يا ماما، ماما بصي احنا لازم نعمل كذا عشان فعلا كذا كذا كذا، وكل حاجه تطلع غلط اصلا في الاخر، بس لازم نعمل كذا 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 كذا. ماما لو سمحتي سلمى محتاجه كورس ضروري، تاخد كورس في ازاي تصنع اي حاجه، وفعلا ده مهم جدا يا ماما بجد، هيفيدها قوي في المستقبل. كل كورساتها انا اللي اعطيها لها يعتبر، مثلا بس ماما ماديا يعني انا اللي قانعه ماما. طب انا بقنع ماما ازاي؟ لا انت مش تقنعي ماما، هي بتجيلي تقول لي رضوى دلوقتي ماما مش مقتنعه بالكورس، تمام، وهو كورس تافه جدا بس انا لازم اخده دلوقتي حالا، تمام. فاقوم انا رايحه لماما اقول لها سلمى طب يعني الفلوس وحرام ومش عارف ايه وكده، فتقوم رايحه لماما وقايله لها ماما بصي يا ماما والله العظيم الموضوع مهم جدا، انت مش متخيله سلمى دي هتنقل نقله تانية خالص، انت هتشوفي سلمى في حته تانية خالص. كل تانية خالص. فتقوم ماشي هفكر ومش هفكر مش عارف ايه، وبعد كده تقوم عاطفه فلوس. بس احيانا بروح اتصعبن يعني، بس ما بيحصلش، بتجيلي برضه والله العظيم. انت على فكره مش كويسه. قولي يلا. اتكلموا عن موقف حسيتوا فيه ان مالكوش غير بعض. يا عبد الصمد. احنا مالناش غير بعض اصلا بجد دي الحقيقه يعني. احنا هي طول حياتها ما فيش صحاب مثلا عندها قوي، فانا عارفه طلعت. ان هي هتزعل اتلمي. لا دي اختنا دي امنيه عادي، صاحبتي الانتيم. لا هي عندها صحاب طول عمرها، فانا طلعت كمان شبهها، واختنا التالتة شبهنا، فبقينا احنا الاربعه قافلين قوي على بعض، وكل حاجه مع بعض، كل حاجه نعملها مع بعض لحد ما زهقنا من بعض. بعدين ما عندناش سر، احنا كلنا مفتوحين على بعض يعني، مفيش بجد أسرار عيله بينا. فتانه جدا والله العظيم. ايه ماما اقول لها ماما مثلا ما تقوليش لرضوى كذا، ايه يا رضوى شفتي عملت ايه ايه يا خلود مش عارف ايه كده، كلنا بنفتن على بعض. ايوه دي تمام. حقيقه. كلمه اخوك بيقولها على طول. بجد ما قلتوش موقف ما هي ما عندناش مواقف، احنا كلها كده. اكيد يعني في موقف حد بيتحط في ازمه او حاجه طبعا في موقف خصوصا منكم انتوا الاثنين، يعني انتوا الاثنين حاسين ان انت مالكيش غيرها وهي مالهاش فيها. طب انا هقول بالنسبه لرضوى حسيت منها ايه. هي اتحطت في موقف كبير شويه الفتره الاخيره دي كتير، فكنت بحس انها بتجيلي تحكي لي وتقعد معايا وتقول لي طب نعمل ايه، تقعد تعيط كده، كان نقعد نفكر طب هتعملي كذا، طب ايه بلان بي، طب ايه مش عارفه ايه، لحد ما فهمت ان احنا ملناش غير بعض. صح. وسلمى كانت مره متخانقه كده خناقه جامده جدا برضو، ومش مره، هما مرات كتير قوي، مرات كتير جدا جدا. تمام. فاقوم مثلا الساعه 3 الفجر اقوم اخده العربيه ورايحه عند سلمى، احنا ساكنين قريب من بعض قوي يعني بينا 10 دقايق، اقوم اخده العربيه رايحه لسلمى، يلا سلمى انزلي لي، اخدها بقى اوديها او ارميها على البحر، اقعد يا سلمى احكي لي يا سلمى، اقعدي على البحر، انا ما بحبش البحر، اجيب لها بلانكت واقعدي يا سلمى احكي لي يا ماما. لا بس في موقف دي تاني. المواقف لا مواقف تانية كتير، هما كتير لما قوي بتعب قوي بحس ان هي معايا. برضو ما بتتعبش غير 4 الفجر. لا لازم ما اعرفش في ايه بجد. ولا حاجات كتير قوي بصراحه. اوكي ماشي خلاص بالله عليكي خلاص يا جماعه. يلا احنا كنا على فكره طول الفرح برضو قاعدين برضو بعد كده. حد فيكم مسك على التاني زل قبل كده؟ اي رضوى لا ما سكتش عليا حاجه. لا ولا انت مسكتي حاجه. لا وانا صغيره كنت فتانه. هتفتني على ايه الله يخرب. كانت انا كنت اخرج ماما تقول لها خديها معاكي بس خرجيها يلا خديها ماما كانت فاخرج كل ما اجي خارجه ما خلاص مع خطيبي. كل ما اجي خارجه مع خطيبي اختك عايزه تفسح والله العظيم خديها معاكي، اختك عايزه تفسح خديها معاكي كده يعني. واروح بقى كيسه حلويات طبعا عشان ما تقولش احنا رحنا فين، عشان احنا المفروض ما كناش بنبعد عشان كنا صغيرين شويه، بس بقى لازم كيسه الحلويات كندر شوكولاتات كل حاجه، دوت اللي جاب لها البوليميا اللي هي عندها للاسف. سبب المرض دي يا جماعه دي. اخرسي. يلا قولي انت. شغلانه تليق على وش اخوك. بص ايه ده؟ ايه المنظر ده صح؟ ايه ده؟ موديل. انا حابه اشوفها موديل فاشون قوي. وانا حابه اشوفك ايه اشوف لك حته عيل. يا لهوي. وشها يبدو تشتغل ايه؟ ماشي
ايه ما من غير خايفة أقول. اشيل هيربس بس اهم حاجه. انا كان نفسي قوي تطلع بصراحه. كنت متاكده هي كان نفسي تطلع أيوة. يعني راقصه. ايوه راقصه مش ايقاع راقصة. ايقاع يا جماعه، مش اي رقص، ايقاع. لا ايقاع تحديدا، رقص على ايقاع. ايوه بس هي اشتغلت شغلانه اصلا مش لايقه عليها، اه بصراحه مدرسه للاسف. وكرهتني في التدريس. اه والله. لا وريني كده. يا رب مش لاقي عليكي، متاكده الحمد لله. ايه فاكره دي يا رضوى؟ ايه اكبر خناقه حصلت بينكم؟ وكانت اصلا ايه سببها لا مش عارفه بجد؟ اكبر خناقه حصلت بينكم. احنا في خناقه تقريبا قعدنا. كانت بسبب زين، لا كانت بسبب زين وخلود والله. قعدنا شهر ما نتكلمش. دي اكبر خناقه، احنا قعدنا شهر، دي كانت كارثه. انا قاعده في البيت بعيط وبعمل فيديوهات وستوريات وانا بعيط وهي كمان كذلك قاعده عماله تعيط ومنهاره. وماما تتصل بيا، هتصالحي اختك امتى؟ قلت لها مش عمري ما هصالحها. هي هتصالحي اختك امتى؟ عمري ما هصالحها. وفي الاخر احنا الاثنين اجتمعنا، فاكره في ايه؟ ايوه مش عايزه اقول بقى خلاص. هقول والله. خلاص يا خلاص. الكلب عض ماما. لقيت سلمى بتتصل بيا، رضوى الحقي. قلت لها في ايه؟ قالت لي ماما عضها كلب. ماما عندها كلب، انزلي دلوقتي حالا، انا نازله على المستشفى. جمعنا خلاص، روحنا كلنا فطير على حس الكلب وخلاص اتصالحنا، الموضوع انتهى. يلا انت. موقف اخوك خذلك فيه، ايه السؤال ده؟ لا مفيش، انا بالنسبه لي مفيش. انت ياما خذلتيني. ياما يا حبيبتي. والله بقى حاجه بقى من الحاجات. مفيش. لا انت اللي اللي ايه ده؟ على فكره مخوفاها تتكلم. ايوه فعلا. انا فعلا كده. مفيش الكلام ده، بنت. مفيش الكلام ده. لا طبعا مفيش حاجه. حر يا نزين. الجو حر قوي. سوري يا جماعه، اتفضلي كملي. يلا لا قولي انت بقى خلاص. مفيش موقف طبعا. اهو شفتوا اهو برقت لي. اهو. لا مفيش موقف. لا لسه بنحكي بقى ان احنا مع بعض 24 مش عارفه في ايه، جايبين الاسئله ورا بعض كده مش هينفع. اكتر صفه بتحبها في اخوك؟ قولي يلا. قولي اكتر صفه مش بحبها في اخوك. قولي صفات. يلا براحتك. يا ولا. مش عارفه بجد يعني، جايبه تقولي الصفات دي طب كلها مني طبعا. قولي حاجه طيب. اكتر صفه بحبها في سلمى انها عندها ثقه في نفسها، بجد دي صفه مهمه خدي جدا. قلب. اكتر سبب بحبها في رضوى ان هي قويه جدا جدا جدا. احكي لهم بقى. لا استني، خلاص. هي صفه ما قالوش حاجه تانية. ايوه كلمي. يا لهوي يا سلمى. لا، لا مش بضمنها بصراحه اتعرضت بامانه. لمواقف أنا كتير، مالي. يعني اتعرضت لمواقف كتير قوي اكبر من حجمها. أكبر وبصراحه من حاجة، يعني ايه الكلام ده؟ اكبر من حجمها أيوة. فعلا. وكانت قويه جدا بجد ما شاء الله. 5. وعيني لا مش في عينهم. لا عملت في عين المشاهدين يعني، مش انتوا. عملت ايه لما عرفت ان اخوك بيحب؟ يلا قولي بقى، بس انا عرفت ان انتي بتحبي كتير. مش عارفه ايه اللي بتقول قعدت يا جماعه. لكن دي قط. ادمنتش. لازم والنبي. لا قولي تاني، عيدي تاني. لا بتحب الحياه. لا عيدي تاني، معلش من الاول. معلش من الاول. عملت ايه لما عرفت ان اخوك بيحب؟ انتي عملتي ايه طيب؟ انا اتبسطت جدا، ايه ده مين ومش عارف ايه، طب عرفيني عليه. انا اصلا لارج شويه عشان خاطر لازم اصاحبها، يعني احنا برضو طبعا. قريبين جدا في السن، فلازم اصاحبها وكده. بس بقى يعني ما احنا قلنا شهرين صح؟ شهرين ازاي؟ 2 سنين. ايه خلاص ما تقوليش. يوم. يومين. لما عرفت اتبسطت قوي قوي قوي، وبجد كان لازم اصاحبها، وحبيت بقى ان انا اشوفه وكده، وتعرفت عليه وشفته وكلمت في سيد الرجال. التليفون طبعا. سيد ايه؟ سيد الرجاله. سيد السيد. مش عارفه ايه. قولي بس عشان خاطر ايوه يشوف الحلقه. زنت مش عارفه ايه. هو كويس. ايوه جميل بصراحه. انا لما عرفت بنحبك يا زوز. من وانا عندي 9 سنين بقى اختي اتخطبت اصلا. اللي هو في ايه كده يعرفوا يا سنك. لهوي. كات. لا يا جماعه مخطوبه صغيره قوي بصراحه. ايوه بجد. فبقى قعدت بقى ايه، نروح نجيب فستان ونرجع. زهقت، حسيت بزهق اللي هو كفايه بقى. بصي احنا ممكن نحكي لهم كل حاجه بعد معلش. بعد كده. اكتر خناقه عملها اخوك. اكبر خناقه عملها اخوك. انت خناقتك كتير جدا بجد والله اكبر خناقه العظيم. عملها اخوك يعني مع بعض ولا ايه؟ لا الحياة. في الحياه. انا هقول لكم بس مش هنحكي. مره رضوى راحت القسم. مره. لا ده كذا مره. خلاص مش بنقوله كده بقى. ما لا كذا مره يعني الصراحه، عشان ما اكدبش كذا مره يعني. اسم بقى انا ممكن احكي موقف انا عملته. مره كان في موضوع تحرش كده في الباص وبتاع، وانا بقى قمت قايمه
انت لازم تروحي القسم، يلا بينا نروح القسم. وفعلا اخد يعني عارفه اللي هو الكلام والحماس دوت. اخد البنت فعلا، اخدنا البنت بالباص وقمنا رايحين القسم وشاهدنا معاها وكانت ليله يعني. دي مره من المرات اللي رحت فيها القسم. وساعتها هي بتروح وكان القسم عادي لوحدها يعني. خلاص. لما حضرتك بدات كده خلاص خلاص. انا اكبر خناقه ما بعملش خناقات انا اصلا اكبر خناقه اللي هي كانت معايا اللي هي كانت شهر دي اهو. سلمى هي اللي غلطانه على فكره. هو بس بس بقى. بقى خناقة. والله احنا احنا فعلا مش السبب. فاكرين. طب احنا بصراحه احنا بقول لك بفتيره. الأكشن كان ايه؟ الاكشن على الواتساب بقى رضوى من النوع اللي هي بتكتب ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مش بلحق ارد. انت كذا وكذا، انت ازاي تعملي كده، انت مش كويسه، وهيبقى تشتم. فاكره وشتمتيني انت اللي وقلتي كلام مش كويس. والله العظيم انت اللي شدتي والله طلع لهم الشيت بجد بقى. لا طلعي. ما- انا معايا بقى التليفون. طب طلعي القديم. كده. انا معايا بقى التليفون القديم. طلعي كده. قعدت تكتب كتير كتير وانا قعدت اعيط يا كدابه. ما كلمتيش خالص؟ ما اتكلمتش ايه والله، هي اللي شتماني الاول اصلا. كدب على ده. فكره ممنوع، انا ما بشتمش. بس يا سلمى ماشي. بس بدل ما افضحك. امتى بقيتوا قريبين من بعض؟ لا احنا قريبين من زمان، لا مش من زمان. من زمان جدا. لا مش من زمان. ايه من زمان؟ بقول لك كنت باخدك معايا اجيب لك كيس حلويات. ايوه بس قريبين كصحاب امتى؟ ممكن بقالنا 5 سنين كده لما كبرت يعني، لما بقت بني ادمه. انا الاكبر. يوه. لما بقت بني ادمه لما دخلت الكليه بقى من بعد الثانوي. هي فتره الثانوي كانت متقوقعه قوي وكانت مريضه نفسيا وكانت ايه بتشوف المريضة حاجات- النفسية دي؟ اصبري. قعدت يا ابني. كانت بتقعد تشوف حاجات ماشيه في السجاده من الثانويه العامه وكان عندها والله يا العظيم. ندوة. اصبري احكي لهم. والله احكي لهم انا كمان بقى. وبصي بقى ما انا كانش عندي امراض والله عادي. انا اصلا ما كنتش مهتمه بالموضوع. بجد كانت بتشوف حاجات بقى وكده وكانت متقوقعه جدا وكانت اوضتها دي ما حدش بيدخلها ابدا ابدا علشان خاطر المذاكره ومش عارف ايه وكده. في الاخر اقول لهم جبت كام. لا خلاص. اقول جبت لا كام. والله ما تقولي. بالله عليكي. والله ما تقولي خلاص. ايه؟ اول حاجه هتعملها لما اخوك يتجوز. السؤال ده لو لبي اول ما هتجوز هتعملي ايه؟ بالظبط اول ما رضوى تتجوز. ايوه. ايه؟ هتعملي ايه؟ مش فاهمه اقول لك. هروح ارتب الثلاجه. ايوه مثلا صح. لا هتعملي ايه في البيت؟ هتاخدي ايه اللي هيبقى من ممتلكاتك للابد بقى خلاص؟ البيت كله. بجد. هي دي الحقيقه. انا مش عايزه اقول لكم ان هي دي الحقيقه بس فعلا. بتقولي لهم بس لا خلاص مش هقول بعد بعد التصوير. لو اتقال هتقعدوا تتكلموا يعني. هقوله لك بعدين. ما هي اول بقى ما سلمى، اول ما سلمى تتجوز آه. ان شاء الله باذن الله. انا سلمى ساكنه في وش البحر. احنا الاثنين ساكنين عند البحر تمام. بس سلمى ساكنه في وش البحر على طول، شقتها في وش البحر على طول. فهروح بقى اقعد كده في أنا البرندة. هعزل. البرندة دي هتبقى بتاعتي. هعزل. انا هعزل. هتبقى بتاعتي انا حرفيا هعزل. مش بتاعتي. انا مش هقعد. مفيش. انت اصلا عملتي الفرندا عشاني. انا مش هسكن في الفرندا دي كانت جوه الريسبشن. انا مش هسكن. تمام. انتوا خلاص اشرح لهم ايه خلاص. وبنات ايه. الفرندا دي كانت جوه الريسبشن. قاموا عاملين بقى فرندا عشان خاطر انا هاخدها. انا هعزل. بس كده. مش هعرفوا مكان بيتي اصلا. تخيلوا هم مش عايزين تعمل لكم بلوك. انتوا متخيلين مش هتعرفنا احنا. تبيني بكام؟ طب كنت انت هتفكري. يا نهار اسود. بصي يا رضوى خساره الخمسينات والميات والميتينات اللي قاعده عماله تسفيهم. اسمعي بس. خساره الهدوم، اسمعي. الميك بصي هي اب. بتأثر عليا. مش عارفه ارد. كل حاجه في الدنيا دي ليها تمن. ماشي. طبعا انت اللي تقدري بتمن. يا حبيبتي وبعدين. ف يعني ممكن عشان انت نفسك مش عارفه نفسك ايه. مالي. انا مالي. ايه ده في ايه بجد؟ خلاص عيط والله. هبيع اختي التانية. مش راضي. لا ايه بقى؟ مش هقدر ابيعها بجد. والله لا في حاجه نفسك فيها قولي يا نفسي في عربيه مرسيدس ايوه جي كلاس. ايوه. ماشي بس عمري طبعا ما هبيع اخواتي. بس اول ما هتجيب العربيه مش هتركبنا فيها وهتعمل لنا بلوك. عرفنا حفظنا خلاص. لا هدوسهم بقى اصلا. تعالوا بقى. لا مش هدوسكم. مش هتدوسينا؟ ماشي الحمد هي حادثه صوت بسيطه يعني. كان بياخدك كام؟ طبعا ما اقدرش. مفيش حاجه. مفيش الكلام ده. عادي بتتباع عادي. انا محتاجه اخدها اقطعها حتت بسبب اللي هي عملته النهارده. لا والله قولي بجد. حتت كده اخد الكليه لا ما هي دي مش هتجيب. بايظه. بايظه. بايظه انت عارفه. انت فاهمه طبعا. لا هتبيني فلوس. لا يا سلمى ما اقدرش. خلاص تعالي زي ما بنعمل في ايوه. يلا اتفضلي خلاص. مش هتبيعني طبعا يا جماعه. مش هبيعها. لا ما ما اقدرش. اقدر. في هم 4: زين، خلود، ماما، سلمى وزياد. وزياد. لا قولي معلش تاني. قولي الخمسه. لا هم دول. وزياد. لا هم دول. وزياد. انا بحبك يا زياد بس لا. لو عرفت بس ان هي بتعمل ازاي بجد الموضوع صعب. ليه كده؟ لا طول بقى. قولي بقى هي كانت عامله معاك ايه؟ طول بقى الوقت بقى تقعد تعمله وحش وتكرشه من البيت. اطلع بره.
لا لا لا، سبايسي التاني العكس بقى، ده اللي بيحصل. احنا ما بناكلش سلمى وبنزعق لها عشان خاطر زياد، بنحبه اكتر منها بكتير بجد. لاف يو يا زياد، بجد بنحبك قوي، كلنا بنحبه، كلنا بندافع له، وكلنا بجد. لا لا طيب هو شرير. احي فظيعه، لا فظيعه، انت مش يبقى طبيعيه، انت مش طبيعيه بجد. محدش بيطيقها في البيت بامانه. انا لا كله زياد، بيطيقه. بقول لك زياد بيجي يقعد بنبقى عايزين نمشي سلمى بجد. لان هو بيمثل. يخرب بيت. على فكره هيشوف الحلقه، هيشوف لا هو الحلقه. بيقعد بقى يبين ان هو طيب، هو شكله يعني طيب. رضا بتقعد تتفرج على صور تقعد تقول لي غلبان ازاي، والله بتقعد تعيط بجد بجد. والله. ممكن اوريكي فيديو تقعد تقولي انا غلبانه قوي ايه. لو وريتني نفس الفيديو دوت دلوقتي ممكن اعيط بجد والله. لا الفيديو ده بيعيطني جامد قوي اوريهولك؟ عشان هو لا عشان خاطر مش هينفع والله، مش هينفع. ولا اي حاجه. كنت ماشيه وشه، بس هو وشه بيخليها مش تعيط. بقى هو بيعملها كده يا عيني. لا 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 يا زياد بيأثر عليا والله. انه غلبان. لو عرفت ان شكله اخوك إنه بيشرب غلبان. مخدرات هتعمل ايه؟ اقول انا هعمل ايه؟ اقول انا تعملي لا ايه؟ لا انا هشرب معاه مضطرة والله. اخويا ايه، ما اقدرش اسيبه. انا ونتعالج سوا ونرجع سوا ونتعالج كده يعني. لا طبعا انا هنصحها. بجد اصل انا بطني بتوجعني من الدخان، ما اقدرش. بطنها بتوجعها من الاكل، فتخيلوا الدخان. انا لا بقى عايزه طبعاً. اشرب معاها. هقعد بقى اقول لها لا يا رضا ما ينفعش، ونقعد بقى ايه تقولي لا انا مش قادره، واجرجرها اقول لها لازم تتعالجي. بجد انا اصلا هاخدها معايا، ما تقلقوش من الموضوع ده. انت معكش تاني؟ انت اصلا خلصتي الحمد لله. احكي موقف محرج اخوك مر بيه وهو صغير او كبير. ايه احكي بقى. موقف محرج انها بترجع في اي حته طبعا، لا ده كده وانا كبير. وهي كبيره تمام، راكبين مثلا العربيه، قفولي عايزه ارجع، وتقوم مرجعه. في اي حته مثلا احنا رايحين في حته مهمه خلاص جدا، بقى، يعني محتوى بقى الترجيع يعني دلوقتي اصلا كانت داخله ترجع وحياه ربنا. ايوه فعلا. بجد كانت مش هترجع قادرة. تدخل ترجع. موقف وهو صغير محرج انها كتير فتانه، قوي. انها بتفتن قدام الناس كلها عادي، ما عندهاش مشكله زي ما انتوا شفتوا كده، ما عندهاش مشكله تقول اي حاجه قدام اي حد عادي. اهلنا بجد الجمهور أيوة. اهلنا. ايوه طبعا. انا ما جاوبتش. مليون و400 الف. مليون و400 الف. لا يعني انت مش هيجيبها ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله ماما كانت دايما تروح تمشي وراهم تشوفهم بيعملوا ايه. حلو. فمره رضوى اتاخرت حوالي مثلا ربع ساعه كده، كانت مثلا بتجيب حاجه بتاع، كانت ماما في الشارع مسكت طوبه. تعالي اتاخرت في انا الشارع شايت من بعيد بجد والله العظيم، والله عارفه اللي هي جابتني من بعيد كده بيو تعالي. كانت بقى مسكتها بقى، مش هتطلع يلا على البيت. خلاص هديتي كده لما ايوه. ده ما كانش اول موقف، ده كان تاني او تالت لا موقف. ماما دايما كانت بتمشي وراهم في الشارع تضربه. ايوه كنا احنا اول تجربه بالنسبه لها بقى، وكان 5 دقايق بيتاخروا، 5 انا دقايق كبيره بعد كده بقى خلاص. فهي بالنسبه لها بقى ان هو لا انا لازم اربيهم قوي، انا لازم امشي وراهم قوي. انا لازم مش كانت بدأت بتعمل معايا كده، المفروض تشكرهم بتروح تقف ورا الاتوبيس كده تشوفهم بيعملوا ايه. ما طلعنا بيعملوش حاجة. دخلنا دايما الدرس. بيعملوا ايه يعني. لازم. فاكره ومره فاكره لما ضاع منك التليفون. خلاص ماشي، خلاص، حكيتي خلاص. موقف. يا نهار اسود. دي موقف جميله، دي ذكريات امال ذكريات. طب اتاخرت مثلا 5 5 ساعات. ساعات. 5 ساعات الراجل اخد مني التليفون، فكلمته من تليفون حد تاني، فقعدت اقول له والنبي جيب لي التليفون ابوس ايدك. كان نوع تاني إيه اعدادي انت متخيل؟ كان نوع ابوس إيه؟ ايدك جيب لي التليفون. اما لي خلاص اقفلي عند البنك. رحت وقفت عند البنك، وانا واقفه عند البنك بتحكي ده. اتصل بيه بقى من اي حد معدي. يا عيني. والنبي جيب لي التليفون يا عم وابوس ايدي. معلش يا رب. وماما بقى طبعا قلب عليا الدنيا تمام، ومش لاقياني، ونازله اصلا الاسم تعمل محضر افتقاد ان هي فقدت بنتها وروحت لقيت عمي وخالي ومرات خالي وجيراننا بتوع الشارع كلهم عندنا في البيت. فالموضوع كان التليفون بيتفتح لفوق كده. كان في 3 كان اسمه في 3 والله. يا عيني كان يا موتوريلا. موتوريلا. والله العظيم موتوريلا في 3. كنت لسه جايباه جديد اقسم بالله. كده انت قلت بتاع انك شهر. بقى بجد. اكتر صفه بتكرهها في اخوك. قولي بقى. انا مش هتلاقي هقول يعني. صفات بالهبل. مش هتلاقي يعني. ده مفيش غير كده اساسا. قولي طب. قولي انا هحاول اغيرها عشانك. يا حبيبه قلبي احي مش مصدقه. متسرعه جدا 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 في القرارات، رهيبه، وكل قراراتها طبعا غلط بسبب التسرع اساسا. وفي وسط الخناق كده غلطه ترمي لك كده حاجه كده، تقوم ماسكها انت وقافشها بمنتهى الذكاء. انا خلاص انا طلعت من العركه من المشكله دي. بس لا ليه؟ عشان انا قلبي طيب. قلبك طيب فغلطه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ اسكتي بس. ايه اللي بتقوليه ده؟ لا قلبي طيب، فاللي على قلبي على لساني. يعني هو ده اللي في قلبك انك تغلطي في الناس؟ انت لا انت رهيبه. اصبري يا رضوى، اصبري ارجوكي اصبري. هوريهم قدرتي على التمثيل. اتفضل. انا فعلا
بس مش ضحك. اهو انا فعلا قلبي طيب ودايما متسرعه، بس انا هحاول اغير من نفسي عشان انا اهلي كلهم متضايقين بسبب الموضوع ده. كنت خليني في الكاميرا. صدقاكي عيطي الاسبوع ده بفتكر حاجه بشغل دماغي. عيطي عيطي يا بنت كده. انا دايما يمكن المخرج ياخدك. يلا دول مستني. انا دايما متسرعه، بس عشان خاطر انا ببقى نفسي الموقف يخلص. لا بصي تحت بصي حاسه بتعمل. بجد انا بعمل كده. ايوه دايما الطيبين كده. انا شايفه انكم تروحوا مع بعض عشان انا خلاص مش لا، هو خلاص دايماً- مش عايزاها. دايما خدوها. اذا ما عجبتكش يا استاذ ما عنديش دور عندك خالص. دور كده في فيلم نعمل فيلم طبعا. صغير. فيلم أنا هبقى- اسمه فيلم صغير. خلاص الله هانيا اللي هي كانت في تحت قوليش بقى السيطرة. الكلام بقى ده عندهم هم في المليون. هانيا اصلا عندنا في الشخصيه. ماشي بس خلاص. بس انا هبقى اطلع معاهم مره تانية احكي لهم، هبقعد على الكنبه ده. فين احكي لهم عن نفسك بس. الكنبه دي عن نفسك بس. انا هعمل أرجع. بودكاست انا وعيلتي. يا نهار اسود يا نهار اسود. ايوه العيله كلها. بقى اكتر سبب بكرهها في اخوك. اختي ما عندهاش اي سبب وحشه. قلبي خدي قلبي مش عايزاه. التمثيل عم. خدي قلبي مش عايزاه. لا طبعا ما تقوليش كده. لا طبعا تقولي بتمثل. كده. لا طبعا بتمثل. مش قفشاني طبعا. قولي لا اختي ما انطقي. عندهاش اختي ما عندهاش اي ابي. صفة. خليني اتكلم طيب. اخلصي. هي دايما بتقطعني في الكلام. هي دي الصفه. لا دايما بتكدبك. انا خدت بالي إيش هو اللي اتبرع لك؟ حاجه. عندكم حق. قولي بجد. لا يلا 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 بقى خلصي يلا يلا عشان عايزه انام. ان هي مش يعني في حاجات ما بتعرفش تاخد فيها قرار على طول. مجوزاه. تاخد بقى وقت سنين بقى، وسنين تجر سنين، وبقى لنا قاعدين على الحال ده 500 سنه. ايوه فعلا انا عندي 500 سنه. قالت لكم عندي كام؟ كفايه كبت يا جماعه. شقات دي اللي كان بيقولها المخرج. هو في ايه؟ في يا استاذ على فكره انت كده الموضوع. ايوه طلع على نفسك لا انا بريحك قصدها تريح. ايوه. ايوه دلوقتي هتعترف لاخوك على حاجه عملتها من وراه وهو لازم يسامحك عليها. اوكي. واحنا صغيرين تمام كانت سلمى زنانه جدا 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 بطريقه مش طبيعيه. تمام ما كانتش بتسيب ماما خالص. خلاص فكنا قاعدين في البيت انا وهي واختي التانية. خلاص فاتفقنا انا واختي التانية ان احنا نعمل حاجه في سلمى فظيعه وشنيعه، ان احنا نكتب نفسها. بجد نكتب نفسها بجد. جبنا المخده ومن حاطينها على سلمى عشان بجد تبطل عياط. عشان بجد تبطل عياط ومن حاطين المخده عليها وقعدنا عليها اللي هو بحيث ان احنا نموتها وبعد كده على اخر لحظه اللي هو ايه يا نهار اسود دي بتموت بجد. قمنا شايلين المخده والحمد لله اهي متلقحه جنبنا. بس يعني رضوى وخلود قريبين قوي في السن من بعض. كانت خلود بتاخد منها الهدوم كلها كل حاجه بجد. فمره رضوى روحت على فجاه وما لقيتش باليرينا بتاعتها ماشي. فانا كلمت خلود قلت لها خلود اختك شافتها ومش لاقيها خالص. فما خلود راحت جابت واحده جديده ورمينا القديمه رميناها اصلا. وفعلا لحد دلوقتي كان لونها بينك والله. ورميتوها. ايوه رميناها في الزباله بجد. يا نهار اسود. وانا بقى ايه الف على الحاجه لا، بس ثواني. وادور بس انتوا ممكن ماما والله كانت العظيم. بتعوضها. كانت بتداري عليكوا اصلا. ايوه كانت بتعوضها. ماشي يا ماما. عليا. بس الصراحه احنا رميناها لان ما كانش ليها لازمه. كانت جديدة. جابت واحده جديده. دي اصلا هي كانت جديده انا فاكراها كويس. كان معلش. لونها بينك وعليها فيونك. انا مش دعوه انا فاكراها من كل الله غير بقى انا بفتن عليهم كتير بس صراحه. بس دي فتنه. انا مش مسامحه برضو. الفتنه اشد من القتل. ما دي كفايه انت بقتل انت اللي ضيعتينا. انت ضيعتينا. في اول الحلقه كل واحد كتب للتاني جواب حابين نقراهم مع بعض. هما هيحبوا. انا رضوى. انا رضوى. هو كل واحده هتقرا للتانيه يبقى امسكي انتي دي وانا ده بس كده. انت قلتي خلاص. لا انت خليه جوه عشان انا احب افتح الظرف. يا بنتي انا هقراه ده. لا يا بنتي احنا لسه مش كل واحد فينا يقرا للتاني اللي هو كاتبه. ايوه يعني انا هديكي ده لا ثواني. اللي مكتوب عليه تو رضوى هديه رضوى وتو سلمى تديه سلمى. مين سلمى ايه؟ انا سلمى. هتقري بتاعك. ايوه اوكي يلا احنا عشان يفتحوا كمان نعمله كده. ماشي. جينا خلاص في ايه. بصي يا جماعه بتعملي ازاي شفتيها؟ صورتيها في الكاميرا؟ اثبات حاله ده. اتفضلي. شكرا. انا ما اعرفش ازاي ثانية طب هراجع ثانية.
انا راجع السكريبت. انا هقول احب اقول لك ان انت وماما وخلود وزين اغلى حد في حياتي وزياد. هو انتوا اغلى ناس في حياتي، الباقيين تحتيكوا بقى. فشاتي بس بالله عليك طيبه جدا والله العظيم. انت طيبه، شكرا، ربنا يخليكي. ماشي. اغلى حد عندي، انتم اهم حاجه في حياتي، بحبكم اكتر من نفسي واتمنى اشوفك انت وخلود احسن ناس، واشوفك ناجحه ومهمه وجايبه المرسيدس اللي نفسك فيها قريب جدا يا رب، وربنا يوفقك في حياتك كلها، وربنا يتمم لك على خير، واشوفك بنوتي اجمل بنوته. اشوف بنوتي صح، اجمل بنوته، واشيلك زي ما كنت بشيلك وانت صغيره. فاكره انت بتشيلني؟ فاكره؟ انا فاكره. احنا لينا شيله كده معينه بشيلها لها على طول. ازاي بقى كده؟ بشيلها كده حتى هي كبيره. وحياه ربنا. عشان نحتفل على طريقتنا. بحبك كتير قوي قوي قوي، وانا بحبك اكتر. انا بحبك اكتر. هي قريبه. اقرا بقى سلمى. رضوى اختي وامي احيانا وبنتي ساعات. عاوزه اقول لك ان من وانا صغيره دايما كنت بفضل اتفرج عليكي في كل حاجه، فبقيت شبهك، وعرفت من وانا صغيره قوي ان انت حلوه وطيبه ومجنونه. بس لو عاوزه اقول لك حاجه، ان انا اتعلمت منك حاجات كتير قوي، وكمان نفسي في حاجه، نفسي تبطلي تكوني جوزاء. ازاي يعني؟ اعمل ايه؟ وتهدي وتعقلي، عشان انا جبت اخري. وان شاء الله السنه الجايه انا وانتي هنكون في المكان اللي بنحلم بيه سوا. وايه احلى واحن اخت في الدنيا. احلى واحن اخت في الدنيا. ايوه فعلا احلى واحن اخت في الدنيا. وانا صغيره كنت تقعد تجيب لي حاجات كتير جدا، وهي انا كبيره برضه. والله لما انا ننزل- كبيره برضه، والله بجد. خلاص ما تقوليش انا والله هاخد العظيم بقى. ما اجيب لها حاجه فيها. خلاص يا رضوى، ده انا كنت لسه هتأثر وهعيط. الثمن امتى؟ هدفع الثمن امتى بقى؟ لا هدفع الثمن ان شاء الله مع عيالها او احفادها، عشان مش متاكده يبقى معايا فلوس امتى ايوه. صراحه يعني. بس يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ونشوفكم الحلقه الجايه. باي باي. السلام عليكم. البرنامج اسمه ايه بقى؟ تعرف لا ده سبلينكس بالعربي. سبلينكس بالعربي؟ سبلينكس بالعربي. سبلينكس. ايه؟ سبلينكس. سبلينكس. قولي لنا يا مخرج. سبلينكس بالعربي. سبلينكس بالعربي. سبلينكس بالعربي. اشوفكم الحلقه الجايه في سبلينكس بالعربي. جايزه. طب يلا نقولها تاني. لا استنى، اقول اللي هي بتاعتنا الاول. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ماشي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ونشوفكم الحلقه الجايه في سبلينكس بالعربي.